أخطر 8 تبويقات في المغرب. في المركز الثامن الكالا، تصنف من التبويقات المنتشرة في المغرب، وتتكون من طابة أو ما يصطلح عليها بالنفحة. طريقة تحضيرها: توضع النفحة في قطعة من كلينيكس ديال درهم أو درهمين حسب الميزانية العامة، وعندها توضع الكالا في الفك العلوي أو السفلي أو تحت القدم. تبويقتها سريعة جدا، فعندما تتبلل الكالا تطلع التبويقة، وعندها يشعر متعاطيها بسعادة ونشاط عابر، إضافة إلى احمرار الأعين وانعدام التركيز. فجأة تبدأ بالبصق والدفال. في المركز السابع الشيشة، هي التي تزين العيش وتجيب التبوريش. تتكون الشيشة من الرأس والصحن والأنبوب والمعسل والجمر. طريقة الاستعمال: تأخذ الأنبوب تخرخر وتخرج دخانا كثيفا. الدخان يصعد للمخ، تتزنزن لعدة دقائق. وهناك عدة نكهات للمعسل، ليس بعسل النحل وإنما معسل التفاح، عرق سوس، النعناع. تدخين الشيشة يعادل 200 مرة تدخين سيجارة. في المركز السادس المعجون، ليس بمعجون الأسنان سينيال أو كولجيت، إنه المعجون أبو الفنون الذي يتركك مجنون. إذا أردت تناول المعجون فعليك بكمية من زريعة الكيف والجوزة العجوزة وأشياء أخرى. تتعدد طرق تحضير المعجون، لكن يبقى المعجون واحد، وشكله كالسلو أو السفوف أو التقيوتات. يمكنك تناوله مع أهتي، ريبي، يوغورت، وعند تناوله تتبوق جيدا. تدخل فيه هستيريا من الضحك، فجأة تنتقل إلى مجرة درب الدبانة، تطير إلى المريخ، عطارد، المشتري، الزهرة، خديجة، زمردة، أكشن. في المركز الخامس الجوان أو صاروخ ماديرا، محبوب الملايين، يعتبر من أشهر التبويقات. طريقة الاستعمال سهلة جدا، تحتاج فقط إلى سيجارة وكمية من الحشيش وورق من النيبرو، ليس بالنيبرو الأوكراني. تقوم بعملية البرم والفتخ إلى أن يتكون الجوان، ثم تتكيف مع الجو. عندئذ تبدأ بالهلوسة، قد تمر ساعة كأنها دقيقة، وتقول الحقيقة أنك ستعطي نوتات جميلة، دوري مي فاسو. تضحك على أبسط الأشياء، تبحث عن شدان السون، تفقد التركيز، وتدخل في حالة جوع رهيبة أو ما يطلق عليه بالهيمري، وكذلك تصبح متزريا. في المركز الرابع السبسي، يعد السبسي من التبويقات التي لديها شعبية كبيرة في المغرب. يعود تاريخه إلى ما قبل الميلاد، وهو عبارة عن عكاز صغير كأنه من صنع الفراعنة، لكنه منتوج محلي من صنع يدوي مغربي، يباع في الأسواق الشعبية. يعتبره البعض كعصا سحرية تنقلك من العدم إلى الوجود، فعند النظرة الأولى ينسيك الهموم ويعطيك درسا في العلوم. تتبنجر جيدا وتدخل في سعادة عابرة، وتبدأ بإلقاء المحاضرات في نفس الميدان. السبسي وأنواعه، الشقوفة وإخوانه. في المركز الثالث العلافة أو السيليسيون أو إليخا. لاستعمال هذا المبوق تحتاج فقط إلى بواطة سيليسيون وميكا من أي حجم. تضغط على البواطة يخرج السيليسيون وتضعه في الميكا. تبدأ بعملية التبلاك إلى أن يأتي الرومبو، لكن المشكلة تصبح كامبو، وقد يتبين لك أنك كورومبو. تصبح مدمدما هبيلا عنزولا. السيليسيون تتركك تنام في الشارع، تنقلك من الواقع إلى الخيال، وتعطيك هلوسة خطيرة، وهي أرخص طريقة للتبواق. تجردك من ملابسك وأنت خارج التغطية. قد يكون جسمك في السوق ولكن عقلك في السويد. أرجوكم ابتعدوا عن إليسا. في المركز الثاني ماء الحياة أو القاتلة أو الماحية وقلة الحياة، هي من أكثر المشروبات شهرة في مجتمعنا هذا، وهي رخيصة الثمن. عند شربها تسكر وتتمل، تنقلك من هائج إلى هيجان، قد تصرخ تهلل تعرعر، تثق بنفسك حيث أنك تريد أن تجادل وتصارع وتقاتل 500 شخص وتخوي دربا، وأنت في الحقيقة ليس بمقدورك حتى مصارعة حشرة. تصبح كالضعانة، تتساطح مع الأحيط وتسقط مرارا وتكرارا إلى أن تجد نفسك في السيلون. قد تشغل معك الشرطة والإسعاف والدرك الملكي والسلطات المحلية، وكل هذا ب260 ريالا.
في المركز الأول القرقوبي أو البولة حمراء. يصنف القرقوبي من أشرس المبوقات في زماننا هذا لأن لديه تأثيرا كبيرا على الدماغ. هو عبارة عن حبات مهلوسة عند تناولها تطير وتحنقز، تصبح لديك قوة خارقة كأنك مقرقب مان، قد تسرق وتتبول في الشارع وتضرب كل من حولك. بعبارة اللدو يرعف ولن تخاف من أي شيء. تصبح ماهرا في السب والقذف والشتم، قد تقتل أعز الناس لديك. وعندما تستيقظ من التبويق قد تنسى كل ما حدث، قد تجد نفسك في السجن ومحكوم عليك ب20 سنة نافذة أو شرجم لارتكابك جرائم دون وعي. نصيحة: التدخين يقتل.